قبل ما تسمعوا قصة لنهارده يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة ومستنيه أشوف دعمكم وتعليقاتكم على الفيديو. أنا اسمي أورا وعندي 26 سنة وبشتغل مدرسة إنجليزي في مدرسة خاصه وساكنه في مدينة العبور ومتجوزه بقيلي 4 سنين دوزي عنده شركه عقارات كبيره وهو أكبر مني ب7 سنين وعنده 33 سنة ومن زمان وهو ناجح جدا وشاطر في شغله. ما كنتش أتخيل أبدا أن يجي يوم وأخون ثقة دوزي اللي مأمني على كل حاجة وعمل حاجات من وراه وهو ما يعرفش عني أي حاجة. أنا من زمان شخصيتي منتويه وما عنديش صحاب كتير مجرد واحده أو 2 ولما كانت في الجامعة كانت بشوف البنات حوالي بيتكلمون عن علاقاتهم بالشباب وحكايات الحب، لكن أنا عمري ما كانت أقدر أكون زيهم لأن بابا كان شديد جدا معي ومقفل عليا بطريقه كبيره وما كنتش بختلط بولاد خالص، وحتى الشباب اللي كانوا بيحاولوا يقربوا مني كانت بقفلي معهم الكلام وامشي من أي مكان فيه شباب، لدرجه أن بعضهم كانوا بيعطوا لي جوابات ورسائل مع زمايلي البنات وأنا كانت برفض تماما وأقول لصحابي يبلغوهم ما يبعتوش هذا تاني. عدت سنه أولى وثانية وثالثه في الجامعة وفي آخر سنه بدأت أحس بفراغ عاطفي وحسيت إني محتاجة حد يكون في حياتي. وكان في شاب معنا في الكلية اسمه حازم كان بيحاول يكلمني بأي طريقه وطلب رقمي من صاحبتي أكثر من مرة وأنا كانت برفض، لكن في يوم حسيت إني خلاص محتاجة أضرب الإحساس ده فقلت لصاحبتي في آخر يوم امتحانات تدي لحازم رقمي. استغربت وقالت لي أش معنى دلوقتي؟ قلت لها اعملي اللي بقولك عليه بس، وفعلا ادته الرقم وأنا كانت خجولة جدا ومقدرش أتكلم معه وشلوش، ففضلت علاقتنا كلها في التليفون وبس. وفعلا حازم بدأ يكلمني يوميا وتعلقت به جدا وبقينا نعيش قصة حب كبير وكل ده من غير ما نتقابل، وهو كانت طول الوقت يطلب يشوفني، لكن أنا كانت بخاف حد يشوفني أو بابا يعرف، لحد ما في يوم قررت أكسر خوفه ووافقت نتقابل وفعلا خرجنا مع بعض أكثر من مرة وتعلقت به أكثر وأكثر وبقي أقرب شخص لقلبي، وكان دائما يوعدني إنه هيتقدم لي بس كانت ظروفه المادية صعبة ولسه متخرج ومش لاقي شغل، وقال لي اصبري علي شويه وهتقدم لك. بس في نفس الوقت بابا قال لي أن في عريس جاي يتقدم لي وأنا كانت عارفه إني مستحيل أقدر أقوله أن في حد في حياتي، لأن بابا شخصيته صعبه جدا ومحدش يقدر يعترض على كلامه. فقلت في نفسي ما فيش مشكلة أخليه يجي وتحجد بأي سبب وارفضه. بعدها بيومين بابا قال لي العريس جاء بكره وعاوزك تساعدي مامتك في تجهيز البيت، وفعلا جاء العريس ولاحظت من أول لحظه أن مستواهم المادي أعلى مننا بكتير، والعريس كان عنده شركه عقارات وشخص ناجح جدا. وبابا سبنا نتكلم مع بعض شويه وحكى لي عن شغله وشققه وقال لي اختاري المكان اللي تحبي تعيشي فيه، وفي آخر الكلام قال لي أنه مرتاح لي جدا. ولما سألني عن رأيي قالت له ربنا يقدم لي فيه الخير ومحتاج أفكر شويه. وبعد ما مشي لقيت بابا وماما فرحانين جدا به، ولما حاولت أقول لماما أنه أكبر مني ب7 سنين زعقت لي وقالت لي وفيها إيه أبوك أكبر مني بنفس الفرق، وحسيت وقتها أن أي سبب هقوله للرفض هيلك له رد. وبعدها بكم يوم بابا فاجأني وقال لي أنه بلغ الناس إني موافقه، ولما اعترضت زعق لي وقال لي عمرك ما هتلقي حد زي الراجل ده، وأنه شخص محترم وناجح وجاهز للجواز وأنه فاهم مصلحتي أكتر مني وما عرفتش أعمل إيه وقتها، واضطريت أوافق واتخطبت للعريس سنه كامله. وخلال السنة دي ما قدرتش أبعد عن حازم وكنا لسا بنتكل، ولما لقي الشغل طلب مني أفسخ الخطوبة واستناه، لكن أنا كانت عارفه أن أهلي مستحيل يوافقوا عليه، خصوصا أنه لسا محتاج وقت علشان يجهز نفسه. وتجوزت فعلا وانتقلت لشبه فخمه جدا. عمري ما كانت أتخيل أعيش في مكان زيها، لكن رغم كل رفاهية قلبي كان متعلق بحازم. وبعد شهر من الجواز حاولت إقطاع علاقتي به وغيرت الخط وقلت له لازم ننهي كل حاجة لأني بقيت متجوزه، لكن بعد فتره ما قدرتش استحمل واشتقت له ورجعت أكلمه تاني، بس المرة دي كلامنا بقي مختلف أكتر جراءه، وكنا بنتكلم فيديو بالساعات، وكان بيطلب يشوفني بلبس البيت ويطلب مني أتصور له بطرق معينة، وأنا كانت موافقه لأني كانت بحبه جدا. وعد حوالي 6 شهور على جوازي وأنا لسه مش
قادره أحب دوزي وعلاقتي بحازم بتزيد يوم بعد يوم، وبقيت أكلمه بالساعات، واشتريت موبايل وخط جديد مخصوص علشان أكلمه من غير ما دوزي يعرف، وكان ساعات دوزي يكلمني وأنا أكون مشغوله مع حازم على الخط الثاني، وحازم بقي يطلب يشوفني ويقابلني، لكن أنا كانت بقول له إني ما بخرجش من البيت غير قليل جدا، فقال لي حاولي تشتغلي علشان يبقى عندك حده تخرجي وتكلمي مع جوزك أنك زهقانه من قعده البيت. وفعلا أقنعت دوزي بعد نقاش طويل إني اشتغل، وقدمت في مدرسه واتقبلت فيها، وعرفت حازم وبقينا نتقابل بعد الشغل أو حتى أخذ أجازه مخصوصا علشانه وجوزي، ما كان شك فيه. فاده واستمر الوضع كذا حوالي سنه لحد ما حازم طلب مني نقابل بعض في مكان لوحدنا، وأنا رفضت كتير رغم أن كلامنا كان فيه تجاوزات كبيرة، ومكالمات الفيديو كانت جرئيه جدا، لكنه فضل يضغط علي ويقول لو بتحبيني وافقي، ولما كانت أرفض كان يزعل ويبعد عني لحد ما في مرة اختفى شهر كامل وما كنتش قادره استحمل بعده، وبعتله إني موافقه على أي حاجة علشان بس ما يزعلش مني. وبعدها اتصل بي وقال لي أنه هيقابلني بعربيه مع واحد صاحبه، وفعلا بعد المدرسة ركبت معهم، وكان حازم قاعد ورا جنبي وصاحبه بيسوق والعربية إزازها اسود، ومشينا في شارع فاضي، ولقيته يمسك أيدي ويبوسها ويقرب مني ويحضني، وأنا كانت متوترة جدا وخايفة، لكن في نفس الوقت حاسة بمشاعر قويه ناحيته. وقعدنا حوالي ساعة، وبعدها رجعت البيت وفضلت طول الليل أفكر فيه وأقول لنفسي يا ريتني اتجوزته هو. وبعدها بأسبوعين طلب يقابلني في مكان تاني، وقال لي أنه مكان زي مخزن عند واحد صاحبه، وأنا رفضت جدا في الأول، لكن في الآخر وافقت وروحت فعلا. وكان المكان عبارة عن مخزن مليان بضاعه، وفيها أوضه صغيره بسرير ومروحه قديمه، لكن كل ده ما كنش فارق معي، المهم إني كانت مع حازم لوحدنا، وهناك حسيت أنه شخص مختلف تماما، وكأنه كان محروم مني بقاله سنين وما قدرش امنعه عن أي حاجة، وأنا كمان ما كانتش عاوزه أبعد عنه. وحسيت لأول مرة إني مع شخص بيحبني بجد، وبعد ما مشيت رجعت البيت وضميري كان بيقتلني، وقلت لنفسي دي غلطه ومش هتتكرر، لكن للأسف بقيت محتاجة حازمة أكتر من الأول، لدرجة أنه دلوقتي ما أقدر شبه، وبقيت أروح لهم كل فترة واخد أجازه من المدرسة علشان أقابله، والعمارة اللي ساكن فيها كلها عيادات، فمحدش بيسأل حد رايح فين ولا جا منين، وحاسه أن علاقتي به بقت إدمان ومش قادره أبعد عنه، رغم أني أعرفه إني بظلم نفسي وبظلم دوزي ومش عارفه اعمل ايه ولا ازئي انهي العلاقة دي، رغم اني بحبه جدا. فاللي عنده نصيحه يا رايت يكتبها لي في التعليقات، ودي كانت قصة نهترده يا رايت. تعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا الفيديو لأصحابكم واللي بيحبوا النوع ده من القصص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.